طيب، كثير من الإخوة المغاربة يقولون بأن إيران تؤيد جبهة البوليزاريو. أيوة، ادخل لي في هذا العميق. أيوة، اسمع. ليس هناك من دليل مادي ملموس رسمي على هذا الأمر. تهديدات موسوي. اسمعني، تهديدات موسوي من داخل الجزائر. اسمعني، لا شوف احنا كنتكلموا على دولتنا في المغرب. دولتنا في المغرب لم تقدم لنا، ونحن مع دولتنا في هذا الموقف. كل من يعتدي على الوحدة الترابية أو على شيء من المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فنحن ضده. وفي حوارك مع الأخ عزيز وقال لك أتحدى أن يقدم لي أي أحد دليلا على أن إيران سلحت أو دعمت أو دربت أولئك الانفصاليين في الصحراء المغربية. هذا مسألة يجب أن تكون موثقة وتكون بدليلها. أما الدفاع العاطفي فالدفاع العاطفي يبقى عاطفي. عفوا دكتور عبد النور، في للإعلامي ودبلوماسي إيراني تصريح من داخل الجزائر اسمه أمير موسوي. تسمع عن أمير موسوي؟ أيوة، هذا دبلوماسي إيراني ومقرب من صناعة القرار الإيراني، قالها بصريح العبارة من داخل الجزائر وهددكم، وقال أنه يدعم البوليزاريو كحركة وشيء من هذا القبيل، بل وهدد أنه إذا ما تحركت إيران والجزائر والبوليزاريو فلن يكون هناك مغرب في غضون ساعات. هذا كلام مجاني لا قيمة له من الناحية السياسية ومن الناحية الموضوعية. هذا المساوي أولا هذا غير معروف وشخصية مجهولة نكرة. أنا أريد أن يكون هناك موقف لي. وأنا سأرد ولكن هناك نقاط كثيرة وأرد على الدكتور المغربي اللي من العدالة، من أعتقد من مغربي وخلاص لا تصنفيه مغربي. لا 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 لا, لا من العدل والإحسان. يعني سأرد عليه كذلك فقط. سيصنفك أنك متصهينة يا من العدل والإحسان. ماشي مشكل، تكون مما كنت أنت أخ مغربي وعزيز وسنرد على ما قلت. أحسنتي سيدي. أما يصفني بالمتصهينة هذا شيء يعني لن يزعجني، لأنه هو سيأخذ الوزر. أما أنا موقفي معروف أنني ضد التصهين وضد المتصهينين وضد من الإيرانيون وضد المتشيعين. المهم هنا سأبدأ مداخلتي وأتمنى أن لا يقاطعني أحد حتى أكمل. جزاكم الله خيرا. نبدأ. كبر لي الكاميرا من فضلك يا مشرف. جزاك الله خيرا. يا مشرف جزاك الله خيرا. نعم أنت في الكاميرا الآن. نعم أعرف أني في الكاميرا. بسم الله. هنا نبدأ، لأن الأخ المغربي قال لك هو يريد دليلا على أن يعني يا بجريدة رسمية أو وزير خارجية يعني أن هنالك أسباب قطع العلاقات مع إيران. أيوة معك دليل يا مريم؟ نعم عندي أدلة كثيرة، ولكن فقط أريد أن أوضح نقطة في الأول، وأن وزارة الخارجية وكل المغاربة يعلمون على أنها وزارة سيادية ومن يشرف عليها شخصيا هو جلالة الملك. يعني لا يمكن أن يقدم أي وزير خارجية مغربي على أي خطوة دون الرجوع لجلالة الملك. إذا هو لم يكن يعني يعتبر الخلفي اللي هو المتحدث السابق اللي هو وزير الاتصال السابق ديال العدالة والتنمية يعني أنه كذلك تكلم في هذا الموضوع وقال لماذا قطعنا العلاقات مع إيران، أنا هنا أحيله لوزير الخارجية شخصيا. هذا الوزير الذي لا يفعل أي شيء، وأكررها وزارة الخارجية، وإذا كنت خاطئة دكتور بن مرمعي وهو برلماني سابق ويصحح لي، وزارة سيادية يشرف عليها جلالة الملك شخصيا. المغربية تقارب الملف الإيراني من منطلقين. المنطلق الأساسي هو منطلق وطني نابع من التهديد المباشر اللي قام به حزب الله بدعم من إيران وباتصال مع الجماعة المسلحة البوليزاريو في تهديد مباشر لاستقرار المغرب لأمنه من خلال التدريب ومنح الأسلحة والاتصالات
المكثفة. وهذا يعني في حد ذاته ملف مغربي إيراني ثنائي مباشر يعتبر فيه المغرب بأن إيران بدعم البوليزاريو تجاوزت خط الأحمر في العلاقات الثنائية، لأن هذا كما قلت تهديد مباشر وتنسيق مع جماعة مسلحة تهدد الأمن واستقرار المواطنين المغاربة. المنطلق الثاني هو طبيعة الحال التدخلات الإيرانية في مجموعة من الدول العربية وفي مجموعة من الملفات العربية. دعني أقاطعك مع الوزير، أيضا هناك نشاطات إيرانية داخل المغرب متعلقة بالمنح الدراسية وكل هذه ومحاولات إيران لتجنيد بعض الشباب المغربي أيضا على المستوى وتحركات في غرب افريقيا وغيرها. هذا المقاربه الثانيه هي ما تعمله ايران سواء في الدول العربيه او في بعض المناطق المرتبطه بغرب افريقيا، واللي المغرب عنده معها علاقات خاصه دينيه وروحيه قويه. اذا نحن مع كل من يعني يوضح هذه التدخلات وهذا الدور المزعزع للاستقرار خاصه في منطقتنا في شمال افريقيا، بالاضافه كما قلت الى تضامننا مع كل الاخوان اللي يواجهون هذا التدخل. المهم باش ما نبقاش مطوله لان عندي معلومات. لا 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 هذه قوية. هذا دليل. باقي الله يخليك باقي أنا أعتقد أن هذا كافي. الدليل الآخر نور. لا عندي الكثير. نمشي كذلك لهلال. نمشي لهلال اللي هو عمر هلال، وما أدراك ما عمر هلال. S'agissant de l'annonce par le Polisario qu'il dispose de drones, c'est un développement gravissime. J'espère que c'est juste la propagande, la désinformation, comme nous en avons l'habitude de ce côté de Tindouf. Mais si cela s'avère vrai, je crois qu'il y a trois explications à donner, ou bien ça signifie qu'il y a des développements à trois niveaux. Il y a une explication sur le plan géopolitique. Si cela s'avère vrai, ça veut dire que nous avions raison depuis 2 ans en alertant que l'Iran et le Hezbollah sont en train de s'infiltrer dans Tindouf et en Afrique du Nord. طيب ترجمي لنا. المهم نفس الكلام اللي قاله بوريطة على أن حزب الله عندهم أدلة على أن حزب الله يعني ويدرب البوليزاريو في تندوف. غنمشيو حنا نؤكد هاي كلام ثاني لبوريطة في موقع ثاني. للحديث حول قضايا إقليمية من بينها طبعا دور إيران في شمال إفريقيا والعلاقات المشبوهة بين إيران وجبهة البوليزاريو، كذلك قضايا الشرق الأوسط والقضايا المرتبطة بالوضع في شمال إفريقيا. يعني كلام الرجل واضح. نمشيو هنا وسنرى هذا الموضوع. لا خلاص بس الأدلة يكفي يا مريم. ما هو لم يصدق. حنا غنمشيو ليه نقولوا ليه ان الخلفي شخصيا هنا هيا يتكلمون. كشفت الحكومة المغربية اليوم الخميس مجموعة من الأدلة التي دفعت المغرب إلى قطع علاقاته مع إيران، مؤكدة أن هذا القرار سبقته زيارة وزير الخارجية إلى طهران ولقاؤه مع وزير الخارجية الإيراني وتقديم الأدلة، وذلك لخطورة الأوضاع. يعني أن وزير الخارجية بوريطة سافر إلى طهران وقدم الأدلة إلى طهران. ثم عاد الله نعم مع وزير الخارجية الإيراني وتقديم الأدلة وذلك لخطورة الأوضاع. وحسب ما أعلنه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهو معروف من العدالة والتنمية والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه منذ 2 سنين كانت هناك خطوة من حزب الله لدعم ما يسمى الشعب السلطة، موردا أنه منذ مارس سنة 2017 حصلت تطورات غير مسبوقة. كانت موضوع حوار مطول مع الطرف الإيراني ومشى هنا وكيقول لك. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها الخلفي بالرباط تحدث عن 3 أدلة أساسية دفعت المغرب إلى قطع علاقته مع إيران. أكد أن أولها رصد خبراء عسكريين من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات والانخراط في عمليات لأجل تدريب البوليزاريو على حرب العصابات في الكوموندو الأول. المغرب بلد يدافع عن الوحدة الترابية، والذين يتصورون أن أجهزتنا لا تتابع فهي تتابع بشكل كبير. من جهة ثانية أكد الخلفي أنه تم ضبط إرسال خبراء متفجرات إلى تندوف لتدريب عناصر الميليشيات هناك بهدف المس بأمن وسلامة المغرب، موردا حصلت تطورات أخطر وهي تسليم شحنة أسلحة لميليشيات بوليزاريو تتضمن صواريخ سام 9 سام 11 وستريلا ولا مارشي. المهم باش ما نبقاوش نطولوا في هذا الشيء انا غادي نمشي ليه
لشيء آخر. هاي هذه لنا من يكفي الأدلة، يكفي بما يفي بالغرض. هو اللي يقول هذه الواشنطن بوست. إيران دربت مسلحي البوليزاريو. هيا كشفت تقارير لصاحبة الواشنطن بوست الأمريكية أن إيران دربت مسلحين. غنمشي لك الوحدة الثانية باش هو احنا نعطيه الأدلة كافية. هو طالب من مصدر مسؤول وانت جبتوا له بوريطة صافي كافي. اوكي نمشيو لهنايا بلاتي. عندنا هذا بلاتي الله يخليك دقيقة اصبر معنا جزاك الله خيرا. هيا إيران المرتبطة بعلاقة وثيقة مع الجزائر تواصل تسليح بوليزاريو. ياك باش نكون واضحين. المقالات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن كاين هنالك ما هو أهم. حنا غادي نمشيو لهذا الخبير هذا البلاتي. ملفا المغرب ذهبوا إلى الإيرانيين، ومع ذلك الإيرانيون لم يفعلوا شيئا وكأنهم ذاهبون إلى الحد الأقصى. يعني هذه الدرجة هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة للأمن الاستراتيجي الإيراني. دعني أوضح لكم بعض الأمور. هذا إيراني. لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسوي، ربما تعرفه في قنوات التلفزيون إلى الجزائر. هو رجل استخبارات الحرس. عين رئيسا للملحقية الثقافية الإيرانية في الجزائر، ولكن همه كان المغرب. همه كان المغرب. تواجده في الجزائر، حتى الجزائريين اعترضوا على نشاطه. دولة أوروبية ربما فرنسا رصدت مكالماته مع جماعات في بوليساريو داخل، وهو يتحدث عن وصول فلان دفع من الأسلحة، وصول فلان دفع ماليا نقود سلمت دولة فرنسا ودولة أخرى وأمريكا. المهم باش نبقاوش مطولين في هذه النقطة، وانا غادي نمشي وحيلك على شيء. يا مريم اصلا ممكن دقيقة واحدة، ممكن دقيقة. اصبر معي يا اخي، من الاول طلبت اذنك ان تصبر معي. انا بغيت نوريه الممثلة. والله اني بغيت ارجع للدكتور عبد النور. لا بغيت نوريه الكلام ممثلة إيران في الأمم المتحدة. ماذا قالت؟ قالت أن هي ضد وحدتنا مباشرة ترابية. أنا غادي نحي لك فقط دقيقة فقط جزاك الله خيرا، اصبر معنا. نطلع لك الفيديو ديال الممثلة يستمع لممثلة إيران شخصيا وهي ضد وحدة بلاده الترابية. أن المرأة تقول هي ضد وحدة بلاده الترابية، يعني نزيد أكثر من هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ضد وحدة بلادك الترابية المسؤولة الإيرانية هي من قالت هذا الكلام. مهم سأرجع للفيديو باش ما نبقاش مطولة، ولكن عندي نقطة ثانية. غنرجع للمسؤولة ديال إيران بما قلبت عليه. بلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. أتحملوا معنا جزاكم الله خيرا، تحملوا معنا. هاي المسؤولية. إيران الإسلامية تتقدم خالص التعاطف لمن تعرضت حيواتهم للتدمير بسبب القوى الإمبريالية والاستعمارية والاستعمار والاحتلال الجديد وممارساته مثل نهب الموارد الطبيعية. ونعتقد أن حقوقهم يجب أن تحمى لصون ثقافاتهم ومواردهم للأجيال المستقبلية. في هذا السياق نشدد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحق غير قابل للتصرف، كما أكدت على ذلك القرارات ذات الصلة. ويدعو وفد بلادي لالتزام جدي واحترام كامل للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن النية وبدون شروط مسبقة، وهو طلب يجب أن تعززه. بعد تقديم هذه الأدلة، أنا كل الأدلة لأرد على أخي المغربي اللي قال لك يريد أدلة. وشوف ربما هو يعترض على الكلام لأنهم دائما ما يقولون أنهم لا يؤمنون بكلام بوريطة وهذا الأشياء، ولكن أعتقد على أن ممثلة إيران كلامها كان واضح أنها ضد وحدة بلادك الترابية، وأعتقد أنه من ضد وحدة بلادي الترابية ويريد تقسيمي. هذا لا يمكنني أن أناصره أنا على أساس أنه مسلم، لأن المسلم لا يريد تقسيم أخيه، لأن المسلم المفروض على أنه يحب الخير لأخيه كما قال ديننا الحنيف: حب لأخيك ما تحبه لنفسك. هذا هو المسلم. يعني أنتم تؤمنون بفكر الأمة الواحدة، وفي نفس الوقت أنتم ليس لديكم مشكل في أي دولة كانت ما دامت هي معكم في توجهكم اللي هو ضرب المغرب داخليا. ما عندكم تشي مشكل مع أي نظام في العالم
مادام هو ضد الملكية، لأنكم أنتم ضد الملكية وما عندكم مشكلة مع ولا أي نظام أو إيديولوجيا في العالم أو عقيدة ولو هي مشكوك في أمرها، وتضرب في أمهات المؤمنين وتقذف في صحابة رسول الله، ونعتبرها نحن، لأن هذه فتوى من المجلس العلمي وليس من الحسن الثاني. الحسن الثاني أخذ الفتوى من المجلس العلمي لأنها لم تكن كما قلت فتوى سياسية أو قطيعة، لا، هذه فتوى من المجلس العلمي، يعني من علماء مغاربة أكفاء هم من كفروا الخميني. فبالتالي كفروه، لم يكفروا الشعب الإيراني، لأننا نعتبر الشعب الإيراني لا حول له ولا قوة، احنا فقط كفرنا نظامهم، كفرنا من يؤمن بالإمامية 12 النظام الملالي، هذا من كفرناه. أنتم ضد التوريث، أنتم ضد الملكية وضد توريث الحكم، هذه عقيدتكم. ولكن سبحان الله لم نسمعكم كلاما عندما شفنا الآن على أن ابن خامنئي ورث، أخذ مكان أبيه. ابن خامنئي الآن ورث مكان أبيه. أنتم لا مشكلة لكم مع أي كان إلا مع النظام المغربي، مع النظام المغربي. قبيل قال الدكتور بن مركلي معقولة أن عندما نجد اليسار الراديكالي مع اليمين ونقول سبحان الله ما هذا التلاقح وأنتم يعني مختلفان، هذا ملحد وهذا مؤمن ومختلفان جدا في كل شيء، ولكن عندما تلتقي مصالحكم في ضرب المغرب من الداخل فأنتم يعني سبحان الله، سبحان العلي القدير. أما بالنسبة سأجيب عنك الآن، أجيب عن ما قلته أنت أخي أسعد، لأن من بداية اللايف كنت أسمع تتكلم وتقول عندكم كذا وكذا. من خرجوا بضع عشرات هم من هاد للجماعة المحظورة، هذه الجماعة المحظورة هم من خرجوا من هذه الجماعة المحظورة، يعني أقلة، يعني فكرهم مفهوم، توجههم مظاهرة كبيرة، مظاهرة كبيرة في طنجة. ليست كبيرة من فضلك، ليست كبيرة. خرجوا هم، شوف، من هذه الجماعة، فكر هذه الجماعة هم من خرجوا. وأنا لا أقول عنهم متشيعين، ولكن هم يناصرون إيران لأن إيران ضد بلدهم، وهم كل من هو ضد بلدهم ووحدة بلدهم وضد الملكية يناصرونه ولو كان الشيطان. معقول هكذا؟ ولو كان الشيطان. هذا فكر شيخهم عبد السلام ياسين رحمة الله عليه. نحن نترحم على الجميع، هو رجل مسلم نترحم عليه، لنكون واضحين. هكذا انت انا وضعتهم في خانه الخيانه كلهم، الخيانه. انا لا اخون من له الحق في الخيانه، هي الدوله المغربيه. يعني واحد يؤيد كل دوله تعادي بلد، هذا يسمى. لا تقولني ما لم اقل. انا قلت شوف، انا لا استطيع ان اخون اي كان، لان الخيانه بيد النظام، بيد القضاء المغربي والدوله المغربيه. هي اذا لا تتهم بهم هذا الاتهام، هذا ما عندك الجرأة تخون. أنا لا أتهم، أنا أقول أتكلم عن فكرهم وتوجههم. شوف، أنا الذين طلبوا رخصة، دعني أكمل، الذين طلبوا رخصة يعني تضامنا مع الرئيس ديال فنزويلا، وهم يعلمون على أن فنزويلا دائما تعادي بلدهم وضد وحدتهم، وكانت من الدول التي شاركت يعني هي وكوبا وكذا في 63، وطلبوا رخصة. ماذا تقول أنت إن حصل هذا في بلدك؟ أنا أقول هذا يحسب للدولة المغربية على أنها تعطي لهذه الناس رخص ليخرجوا ويتكلموا، لأنها دولة حق وقانون. وأنا سأقول لك شيئا أخي أسعد، والله لو كانت الدول هذه العربية والإسلامية تفتح المجال كما تفتحها الدولة المغربية لمن هم معارضيها وهم ضدها وضد توجهها، أقسم لك بالله لرأيت العجب العجاب يخرج في السعودية وفي البحرين وفي الكويت العجب العجاب لرأيت. ولكن لأن هذه الدول تمنعهم وبالقوة، وأنت تعلم، وأنت قلتها، من يفتح فاه أنت تعرف أين يذهب. ولكن هذا يحسب للدولة المغربية، لكن مريم عفوا دقيقة ويعبروا عن آرائهم. خليني نناقشك شوية، خليني نتناقش معك شوية مثل ما تناقشت مع عبد النور. اسمحي لي غصوننا قادم إليك. دابا هم سيبررون نحن نقف مع إيران ضد إسرائيل وليس خيانة للمغرب. ومن قال له على أن المغاربة مع إسرائيل؟ أنا ضد إسرائيل وضد التطبيع وأعلنها. أنا ضد اتفاق الثلاثي حتى نقول منصفين. أنا ضد الاتفاق الثلاثي. أرد عليك أنت شخصيا، لأنك شنو قلتي قبيل أخي أسعد؟ قلت على أن أنتم نظامكم إن قال عن هذا جيد فكل المغاربة يقولون جيد. هذا غير صحيح،
بدليل أن المغرب داير اتفاق ثلاثي، ورغم ذلك 7000 خرجة أو مظاهرة التي خرجت في السنتين في حرب غزة. فبالتالي النظام لا يفرض علينا شيئا، ليس لأن النظام أخذ توجها لظروف معينة واختار اختيارا بحكم يعني العلاقات الدولية والأجواء الآن فرضت عليه ذلك، وبحكم عدو متربص و أني أنا هو يفرض علي أنا كمغربية نكون مع التطبيع. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنا مريم المغربية، عاش الملك، وأحب بلدي وأمجد هذا البلد، ولكني ضد التطبيع، وكذلك ضد إيران وضد الخميني وخامنئي قبله وضد حسن نصر الله وضد كل هذه الأزلام. قوة والله من قوة، لكن لم تجيبي على سؤالي. هو سيردون عليك نحن خرجنا نقمة على إسرائيل. أنت الآن قلتي كلام خطير، قلت هؤلاء يخرجون مع كل دولة تعادي وطنهم، معناته أنت وضعتهم في خانة الخيانة، رضيتي أم أبيتي. لكن هم سيقولون نحن، هذه تهمة خطيرة، أنت هذه تستحق. لم أرى لهم مظاهرة مع وحدتهم الترابية في القضايا الوطنية، لم أرى لهم مظاهرة يخرجون فيها يناصرون قضاياهم الوطنية، لم أرى لهم ذلك، لم أرى هذا لهم، لم أرى لهم خروجا يعني ينصفون فيه ما عناه المغاربة المطرودين وغير المطرودين وجنودنا الشهداء من هذا الجار. لم نرى لهم أي شيء من هذا. كل قضايانا الداخلية لم نراهم لهم وقفة حقيقية معنا، أو قضايانا حتى الخارجية. ولكن إن كان هنالك أي بلد هو يعادينا، هم ما شاء الله هم الأوائل. نحن ضد الشيعة. كيفما أنا لا أتكلم باسم المغاربة، أتكلم عن نفسي، لأن هنالك أخ طلع وقال لك لا الإسماعيلية. أنا ضد الشيعة ككل، أنا سنية مالكية أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وأعلم على أن النظام الملالي عقدته إمارة المؤمنين كما قال زادة، وكان هدفه المغرب ويريد ضرب إمارة المؤمنين لأنها حصن هنا في إفريقيا. ووقت من الأوقات بفضل جار ما استطاعوا أن يتسللوا، وأصبح لدينا 9 مليون نيجيري متشيع. سأجيب على النقطة مرة. كم 9 مليون نيجيري متشيع. الله 9 مليون نيجيري. أنا المهم أقول لك مصيبة. نعم مصيبة. أقول لك هنالك أخ قال كلمة لم تعجبني، أن اتهم الدول السنية، وهو أخذ وزرا هكذا. لأني أنا أتمنى أن يتسع صدرك، أتمنى أنا لست يعني ضد فكرك، أنت حر في فكرك، ولكن لنكون منصفين. القرضاوي رحمة الله عليه، الشيخ القرضاوي، ألم يكن دائما مع التقارب ما بين الشيعة والسنة، وكان يقول عنهم مسلمون وكان يدافع عنهم تصريحات؟ لكن قبل أن يموت نادم نعم أعلم، ندم الرجل على ذلك، وقال على أن، وكان ينتقد علماء الحجاز لأنهم كانوا دائما ما يكفرون علماء الشيعة. وندم وقال على أن علماء الحجاز لهم الحق. إذا كيف تتهمون الدول السنية هكذا سهلا على أنهم لا؟ من تسبب في ذلك هم هذه الأزلام، هذا اللي يعني يتواجدون في داخل البلدان وهم ضد بلدانهم وينخرون بلدانهم من الداخل. هذا هو الخطر. هذا من يجعلون مثل هذه العقيدة أو هذه الإيديولوجيا تكثر. احنا نرجع، يعني أنا لا أريد أن نتطرق إلى المرشد الثالث التلمساني مرشد الجماعة، وكيف كان يعني يمجد الشيعة ويقول على أنهم إخوة ويجب أن نكون معهم ولن أرجع بك إلى أحداث 2006 يعني ديال لبنان، وكيف كان يمجد حسن نصر الله من طرف الإخوان حتى أصبحوا يقولون عنه على أنه صلاح الدين الأيوبي الثاني. أنا لست ضد الإخوان ولا ضد أي كان، حتى لا يتهمني أحد، كل حر في فكره، ولكن هنا لا أحب أن يقول أحد عن أهل السنة والجماعة على أنهم هم السبب في ذلك، حاشا والله. علماء المغاربة كفروا الخميني، لم يكن تكفيرا سياسيا، كفروه لأنه يؤمن بالأئمة 12، وهذا ضد عقيدتنا، ولأنهم علموا بخطورة هذا الرجل وبخطورة توجهه، وصدق العلماء المغاربة، لأن احنا شفنا ما بعد الثورة الإسلامية ماذا حصل في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق. حتى نكون منصفين، ليس أهل السنة من كانوا سببا في ذلك.
شوف سأعود بك إلى واقعة اللي هي إذا لا لحظة، كيف تفسرين تصدر إيران للدفاع عن فلسطين في ظل صمت عربي كيف مطلق؟ دافعت إيران عن فلسطين؟ أرجو الصواريخ التي شاهدنا الآن تضرب ولو إعلاميا في 7 أكتوبر. هذه الصواريخ لماذا لم نشاهدها في 7 أكتوبر؟ ولكننا يعني تفجرت الفضايح بعد الحرب العراقية الإيرانية عن التواطؤ الإسرائيلي الإيراني، وعندي الفيديو أسمعه لك موجود عندي، واطلب الدليل وأعطيك من أحد يعني من أدخل المرحلة إنجليزي وكان يعني مستشارا آنذاك في الحكومة الإنجليزية، وقال على أن إسرائيل كانت تعطي الأماكن بدقة لإيران حتى تضرب العراق. يعني تجي الآن وتقول لي على أن إيران من أول